طب دلوقتي برضو بالنسبة للكلمات، امتحان اخر السنة مش بيبقى معتمد بس على كلمات المنهج، بيبقى عايز يكون عندك حصيلة كلمات لغوية بره المنهج. وانت دلوقتي مش متأسس او ما تعرفش كلمات كتير في الانجليزي، هتعمل ايه؟ وبرضه في امتحان اخر السنة بعد ما تذاكر الكلمات دي كلها وتذاكر كلمات المنهج، هتخش تتفاجئ بكلمات اول مرة تشوفها. عاوزه اقول لكم حاجه برضه بخصوص الجرامر. المستر مثلا اللي شرح لك الجرامر في حصتين ثلاثه، ولا الكتاب اللي كاتب لك القاعده الواحده في 50 صفحه، كل الكلام ده حرفيا حشو ملوش لازمه، بيغرقك في الانجليش كده. لو ما تعرفش حاجه حرفيا ان شاء الله هتقفل معاه انجليزي في اخر السنه. وخلي بالكم جدا وركزوا، امتحان اخر السنه سواء كان كلمات، سواء كان جرامر، سواء كان كلمه ومعناها او مضادها، سواء الروابط، كل الحاجات دي بتيجي من لو عندك مشكله مع الانجليزي وشايف انك مش متاسس فيه كويس، او مش بتعرف تحفظ كلمات، او مش بتعرف تذاكر الجرامر، او عندك اي مشكله فيه، فان شاء الله في الفيديو ده هقولك تعمل ايه وتتعامل ازاي مع الماده دي، من حيث بقى الكتب، طريقة المذاكرة، أفضل المدرسين، ازاي تحفظ الكلمات، ازاي تذاكر الجرامر، كل ده هتلاقي كاتبه في الفيديو ده ان شاء الله. ولكن قبل ما تشوف الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، جوين جروب التليجرام، فولو على الانستجرام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة نتكلم عنها وهي طريقة المذاكرة. طريقة المذاكرة بالنسبة للكلمات خصوصا، لأن دي أكتر حاجة عاملة مشكلة في الإنجليش، إنكم مش عارفين تحفظوا الكلمات. الكلمات كتير، الكلمات صعبة، بنسى الكلمات، المشاكل دي كلها تحل دلوقتي في الفيديو. اول حاجه، انت رحت الدرس النهارده اخدت مثلا يونت 1، اخدت في يونت 1 ليسون 1 و 2، حرفيا مثلا 80 كلمه. يا لهوي، 80 كلمه ذاكرها ازاي؟ اول حاجه انت لازم اول ما تروح من الدرس على طول تجيب ورقه وقلم وتبدا تحفظ الكلمات، وانت لسه واخد الكلمات كده حرفيا من المستر لبيتكم لحفظ الكلمات. ما تستناش مثلا بكره ولا لما تروح درس الكيمياء ولا تذاكرها بالليل قبل ما تنام، لا، انت بعد ما تروح على طول علشان تبقى فاكر النطق الصحيح اللي المستر نطق بيه. طب ودلوقتي انا هحفظ 80 كلمه دول في مده قد ايه؟ بص، انا هقولك، انت اول حاجه تمسك الكتاب، تشوف ال 80 كلمه دول تقراهم قراءه سريعه كده انك فاكر لسه النطق بتاع المستر. بعدين هتمسك كلمه كلمه بالورقه والقلم وتفضل تكررها كتير في الورقه، زي الطفل اللي مثلا في كيجي وبيكتب مثلا الحروف لسه من الاول A و B و C، الكلام ده بيفضل يكتب صف طول كده كل الحروف. انت تعمل نفس النظام، الكلمه اللي هتمسكها تفضل تكتبها لحد ما تحفظها في دماغك. ومفيش طريقه صدقني تعرف تحفظ بيها الكلمات غير بالورقه والقلم. محدش يقنعني مثلا ان هو بالنظر كده يحفظ الكلمه وهتثبت في دماغه، هتنساها اول ما تقوم من على الكتاب. انا لما بحفظ الكلمات بفضل اكررها كتير في الورقه لحد ما تثبت في دماغي، واظن اغلب اللي بيحفظوا كلمات بيعملوا نفس الطريقه. وخلاص بعد ما كتبت الكلمه مليون مره وحسيت انك حفظتها، هات ورقه فاضيه وابدا اكتب الكلمه تاني لوحدك. لو لقيت نفسك كتبتها صح من غير ما تغلط في السبيلنج، خلاص كان بها. لقيت نفسك غلطت، اكتبها تاني مليون مره لحد ما تثبت في دماغك. طبعا هو مليون مره دي تعبير مجازي، انت ممكن تكتبها 5 6 7 مرات هتلاقي نفسك الكلمه ثبتت في دماغك على طول ان شاء الله. بالنسبه لحفظ الكلمات فهو بيتعاد على مرتين، اول مره المره اللي انت بترجع منها من الدرس وبتبدا تحفظ الكلمات، تاني مره هي المره اللي قبل الدرس اللي انت تبدا تراجع على الكلمات تشوف نفسك لسه حافظها ولا لا، تبدا تسمع لنفسك قبل الدرس، وبكده احنا ذاكرنا الكلمات مرتين وثبتت في دماغنا. طب بالنسبه بقى للكلمات اللي انا مثلا مش عارفه احفظها، لقيتها صعبه، جيت ارجع عليها تاني لقيت نفسي نسيها ومش عارفه احفظها، اول حاجه انت هتجيب ورقه او ستيكي نوت وتكتب عليه الكلمه اللي انت مش قادر تحفظها دي، وهتعلقها بقى قدامك على المكتب، على المرايه، على الحيطه اللي قدام السرير، بحيث انك تصحى من النوم كده تشوفها على طول قدامك في اكتر مكان انت بتعدي عليه وبتشوفها فيه. دي اكتر طريقه هتخلي الكلمه تثبت في دماغك ان شاء الله. طب دلوقتي برضو بالنسبه للكلمات، امتحان اخر السنه مش بيبقى معتمد بس على كلمات المنهج، بيبقى عايز يكون عندك حصيله كلمات لغويه بره المنهج. وانت دلوقتي مش متاسس او ما تعرفش كلمات كتير في الانجليزي، هتعمل ايه؟ دلوقتي هقولك طريقه تضرب بيها عصفورين بحجر. يعني ايه؟ في ابلكيشن اسمه reading conversation test، هحطلكوا صورته هنا. الابلكيشن ده بتاع قطع. يعني ايه؟ يعني في امتحان اخر السنه بيجيلنا قطعتين، القطعتين دول بتكون اول مره نشوفهم في حياتنا، وبنكون مثلا شايفين الموضوع صعب، مش عارفين نحلهم بسرعه، الكلام ده كله. احنا هننزل البرنامج ده النهارده ان شاء الله من الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو، وكل يوم هتحل قطعه منه. طب وانا كده ضربت عصفورين بحجر ازاي؟ ما طبيعي جدا انك في القطع دي هتكون في كلمات كتير مش عارفها، فالكلمات اللي انت مش عارفها دي هتطلعها في ورقة خارجية وتبدأ تترجمها وتحفظها بعيدا عن منهج ثانوية عامة. وبكده انت حفظت كلمات بره المنهج وبقى عندك حصيلة لغوية، وبالتالي اتدربت على حل القطع علشان لما تيجي اخر السنة يبقى الموضوع عندك سهل، بتعرف تحل قطع من اول السنة اصلا. وكمان خلي بالك لما تيجي تحل القطع من دلوقتي حط وقت معين بتايمر انك تحل القطعة فيه، يعني اول مرة تبدأ تحل فيها خلي مثلا نص ساعة، بعدين خليك قاعد تقلل في الوقت لحد ما توصل لربع ساعة مثلا على اخر السنة.
واصلا الابلكيشن بيبدا في الاول بقطع سهله جدا، فاغلب الكلمات اللي هتكون فيها هتكون عارفها، ومش هتطلع من القطعه اللي هتحلها في الاول كلمات كتير. ولكن بعدين المستوى هيبدا يصعب شويه، وبالتالي يبقى في كلمات وقفت عليك ومش عارفها، وهتطلعها وتبدا تترجمها وتحفظها لوحدك. وبكده ضربنا عصفورين بحجر، بدات تحل قطع من اول السنه واتدربت عليها، وبقى عندك حصيلة كلمات لغويه بره منهج ثانويه عامه. وبرضه في امتحان اخر السنه بعد ما تذاكر الكلمات دي كلها وتذاكر كلمات المنهج، هتخش تتفاجئ بكلمات اول مره تشوفها. طبعا ده عادي جدا، كلنا شفنا كلمات اول مره نشوفها في الامتحان، ولكن خليك من اول السنه تحل بنظام الاستبعاد والتخمين. يعني مثلا قابلت كلمه مش عارف معناها، حاول تستبعد 2 من التشوز اللي قدامك، وبعد ما تستبعد الاتنين من التشوز اللي هو مستحيل يكون معنى الكلمه دي، وابدا اخمن بقى معناها في سياق الجمله اللي مكتوبه، هل يا ترى معناها كذا، هل يا ترى معناها كذا. وصدقني هتيجي معاك وهتعرف تحلها لو بدأت الموضوع ده من اول السنه. دلوقتي خلاص خلصنا الكلمات، هندخل دلوقتي على جزء الجرامر. الجرامر لازم تفهمه كويس جدا، لان الجرامر في امتحان اخر السنه مش بيبقى معتمد انك مبصمج الجرامر دي بيجي بعدها كذا ودي بيجي بعدها كذا فخلاص انا هختار كذا. الجرامر بيجي في امتحان اخر السنه معتمد على فهمك كويس للقاعده اللي قدامك. طب ودلوقتي هتعرف منين انك فاهم الجرامر ده كويس مش مبصمجه؟ اول حاجه انت هتكون قادر تشرح الجرامر ده لنفسك تاني لوحدك، كأن المستر هو اللي بيشرح لك، بس انت تشرح لنفسك زي سيلف ستادي كده، بتعلم نفسك. لو قدرت تشرح لنفسك وفهمت، فانت صدقني هتفضل فاكر المعلومه دي لحد يوم الامتحان. وسلام بقى لو شرحتها لحد زميلك او حد مش فاهمها، فان شاء الله عمرك ما تغلط فيها يوم القيامه. عاوز اقول لكم حاجه برضه بخصوص الجرامر، المستر مثلا اللي شرح لك الجرامر في حصتين 3، ولا الكتاب اللي كاتب لك القاعده الواحده في 50 صفحه، كل الكلام ده حرفيا حشو ملوش لازمه. لان في امتحان اخر السنه بيجي الجرامر من كتاب المدرسه، مش بيجي من شرح الحصتين 3 بتاع المستر ولا ال50 صفحه من الكتاب الفلاني. حرفيا هو جرامر كتاب المدرسه بس هو اللي بيجي في امتحان اخر السنه. ولكن برضو خليك عارف الكلام الكتير اللي مكتوب في الجرامر او شرح المستر ركز معاه، ولكن ما تدلوش اهتمام قوي قد الجرامر اللي مكتوب في كتاب المدرسه، دي اكتر حاجه تركز عليها. بعيدا عن الكلمات والجرامر بقى، دي حاجة تانية لازم تركز عليها من أول السنة، وهي الروابط اللي هي سينس وفور وأفتر وبيفور والحاجات دي كلها. لازم تركز عليها كويس جدا وتبدأ تتدرب عليها من أول السنة، لأنها بتيجي في امتحان آخر السنة إجباري، سؤالين أو حاجة، كل سؤال بضربتين. وصدقني لو اتعلمتها من دلوقتي تبقى سهلة جدا على آخر السنة، لأن الروابط دي صدقني بتلخبط، فلو بدأتها من أول السنة كده إن شاء الله مش هتغلط في آخر السنة. اخر حاجه نتكلم عنها في طريقه المذاكره وهي الحل. انت لازم تحل كتير جدا جدا في الانجليزي عشان تثبت كل اللي ذاكرته، سواء بقى في الكلمات، في الجرامر، في الروابط، في اي حاجه. وتحل في كل الاسئله، ما تجيش مثلا تحل مثلا تشوز بس، ما تجيش تحل مثلا قطع بس، لا، درب نفسك من اول السنه على جميع انواع الاسئله. حل ريتن وتعلم بيتكتب ازاي، وابحث مثلا على اليوتيوب على طريقه كتابه الاساي والباراجراف من اول السنه، عشان بجد ما تجيش تزنق نفسك ليالي الامتحان. ازاي انا مش بعرف اكتب اساي، عايزه اكتب باراجراف، ما اعرفش ايه، ما بعرفش اكتبهم. حرفيا هتبقى متوتر جدا وممكن حتى ما تقدرش تتعلمه. فمن اول السنه اتعلم تكتب صح. وبرده شوف الترجمه، جرب تحل قطع، جرب تحل تشوز، جرب تحل وتتدرب على جميع انواع الاسئله. طبعا وانت بتحل كده هيقف معاك اسئله تحلها غلط، فكره صعبه، سؤال حاسس ان هو فكرته حلوه ممكن يجي في امتحان اخر السنه، علم عليه بقلم هايلايتر كده، بحيث انك تيجي مثلا ساعه الشامل، ساعه امتحان اخر السنه، ساعه اي امتحان او مراجعه، تبص على الاسئله دي بحيث لو جالك سؤال زيها ان شاء الله ما تغلطش فيه. دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن طريقه المذاكره وتركزوا على ايه وازاي تحفظوا الكلمات، ازاي تذاكروا الجرامر، حرفيا اتكلمنا في كل حاجه. ندخل دلوقتي على الكتب. حليت كام كتاب وايه افضل الكتب؟ بصوا انا حليت كتاب جيم وكتاب المعاصر، حليت الاتنين، والاتنين بصراحه كويسين جدا، يعني مفيش فرق جوهري بين الاتنين اقولك مثلا جيب جيم او هات المعاصر. الاتنين مركزين على الكلمات، مركزين على الجرامر، على الفروقات وكل حاجه. بس بصراحه يعني كلمه كده، المعاصر افضل في حاجه بسيطه، ان هو مركز على الفروقات البسيطه جدا بين الكلمات، مركز على الجرامر، في فرق بسيط بين الكلمه دي والكلمه دي، فهو عامل فوكس اكتر. ولكن لو جينا للحق يعني في الاتنين عادي، ممكن تشتري ده او تشتري ده زي ما انت عايز تشتري الاتنين خير وبركه برضه. هنيجي دلوقتي لاخر جزء في الفيديو، وهو تسمع مين يشرح لك انجليزي على اليوتيوب. بص هو حرفيا القنوات اللي بتشرح انجليزي على اليوتيوب كتير، عندك مثلا عبقري لغه، انجليشاوي، مستر شريف المصري، مستر حسن النجار، وكلهم ما شاء الله شرحهم كويس جدا في الانجليش، وكلهم ممتازين، تعتمد على اي حد فيهم. ولكن انا اقول لك ليه اخترت مستر حسن النجار وليه تابعت معاه. اولا انا قلت في الفيديو بتاع الكتب ان انا اصلا ذاكرت انجليزي من اول شهر 3، واشتركت مع مستر حسن نجار من اول شهر 3، واشتريت الكتب بتاعته حرفيا جات لي في نص 3 ساعه عيد الام اللي هي الكتب دي.
اشمعنى بقى مستر حسن النجار؟ لانه مستر حسن النجار حرفيا عامل فوكس على كل حاجه في المنهج، سواء كلمات، جرامر، الفرق بين الكلمه ومعناها، كلمه ومضادها، الكلمات دي كلها عامل فوكس بطريقه فظيعه. انا سمعت ليه حرفيا مراجعه او حاجه ليونت 1، ودي اللي خلاني اروح اشترك معاه. لقيته مركز على كل حاجه، بلس ان الكتب بتاعته والشرح بتاعه معتمد على كتاب المدرسه وكتاب لون جمان. وطبعا امتحان اخر السنه اسئلته كلها معتمده على كتاب المدرسه وكتاب لون جمان. ومستر حسن النجار حاططهم حرفيا في الكتب بتاعته كل الاسئله بتاعه كتاب المدرسه وكتاب لون جمان، بلس انه شارح كل سؤال من بتوع المدرسه شرح مبسط جدا، شرح بالتفصيل الممل، شرح اللي هو لو جات لك الفكره دي مشابهه الفكره دي فانا اصلا اعطيك الفكره قبلها. اللي هو بصوا يا جماعه بجد هو عامل فوكس بطريقه فظيعه، بيغرقك في الانجليش كده. لو ما تعرفش حاجه حرفيا ان شاء الله هتقفل معاه انجليزي في اخر السنه. بس بجد انت لازم تشترك معاه من اول السنه، ما تجيش مثلا تشترك معاه من شهر 3 زي ما انا عملت وتقول عايز تقفل. انا مثلا اشتركت معاه في شهر 3 والحمد لله نقصت درجه واحده، لان الانجليش بالنسبه لي حاجه سهله. بالنسبه لي بعرف احفظ كلمات الحمد لله بسرعه، بذاكر الجرامر كنت عارفه قبل كده، عندي حصيله لغويه، بالنسبه لي مش بياخد وقت اصلا، ولا ان الانجليش بالنسبه لي ماده صعبه مستصعباها. فبجد انت لو اشتركتوا معاه من دلوقتي من اول السنه ان شاء الله اضمن لكم الدرجه النهائيه اخر السنه. وبالنسبه للكتب بتاعته فهي كويسه جدا جدا جدا، احسن من كتاب المعاصر واحسن من كتاب جيم، وده بجد عن تجربه. بالنسبه للكلمات فهو حرفيا هيديك حصيله لغويه، ما تقوليش منهج ثانويه عامه بس، لا هو بيديك منهج ثانويه عامه وحرفيا منهج تستفاد منه في حياتك الجايه. يعني مثلا دي كلمات اول درس بس، دي كلمات درس واحد. شوف بقى الكلمات دي كلها، استنى يا جماعه، ده الجرامر والشرح بين الكلمة ومعناها والكلمة ومضادها والكلام ده كله، وشرح الكلمة والمعنى ليها. ده الأسئلة بتاعته، وحرفيا أنا كنت عاملة أصلا بالهايلايتر على اللي هو كتاب المدرسة ده، كاتب كل حاجة من كتاب المدرسة والانجمال وأسئلة آخر السنة والكلام ده. فبجد بالنسبة للكتب بتاعته وبالنسبة للشرح بتاعه فهو رقم واحد بالنسبة لي، وبرشحه بشدة انكم تسمعوه، واضمن لكم الدرجة النهائية ان شاء الله. بالمناسبة هو معرفش ان انا عايشة على الكوكب او ان انا بعمله دعاية، ولكن هو بجد يستحق. وخلي بالكم جدا وركزوا، امتحان اخر السنة سواء كان كلمات، سواء كان جرامر، سواء كان كلمة ومعناها او مضادها، سواء الروابط، كل الحاجات دي بتيجي من كتاب المدرسة اللي هو الورك بوك او من كتاب لونجمان. حرفيا الاسئله بتيجي بنفس الفكره، لو غير حاجه او ما غيرهاش هي بتبقى نفس الاسئله حرفيا. فركزوا من اول السنه على الورك بوك واسئله لون جماعي. اعتقد دلوقتي ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو، بعد ما قلت لك ازاي تذاكر انجليزي، ازاي تحفظ الكلمات، ازاي تذاكر الجرامر، تسمع مين، تشتري كتاب ايه، حرفيا قلت لك كل الاسئله اللي ممكن تدور في دماغك. فدلوقتي جه دورك انك تعمل لي لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتستنى الفيديوز الجايه. ولو عندك اي سؤال ما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات وان شاء الله ارد عليكم. مع السلامه.